بطولتنا ولات فيلم تشويق حقيقي. النادي الافريقي كان قريب يهرب بالصداره بعد ماتش سليمان اللي تلعب في الكاف. ايت مالك سجل هدف التقدم في الدقيقه 51 والجمهور بدا يحسبها 3 نقاط ذهبيه، لكن مستقبل سليمان عدل قبل 7 دقائق من نهايه الوقت الاصلي، تحديدا في الدقيقه 83. قبلها بشويه فراس شواد كانت عنده فرصه يقتل الماتش من ضربه جزاء في الدقيقه 70، لكن الكره تضيع وبعدها السيناريو يتقلب بالكامل. الماتش يوفى 1-1، الافريقي يبقى في الصداره ب 59 نقطه، اما التتويج مازال مفتوح على كل الاحتمالات قبل الكلاسيكو غدوه بين الترجي والسي اس اس في ملعب حمادي العقربي برادس. خلينا نحسبوها مع بعضنا. كان الترجي يربح يوصل للنقطة 59 ويلتحق بالنادي الافريقي في الصدارة، والبطولة تولي نار، خاصة عندنا ديربي منتظر الترجي يستقبل الافريقي في صورة فوز السي اس اس يرفع رصيده ل 55 نقطة ويدخل بقوة في سباق اللقب، وقت الفارق يولي صغير برشا. اما اذا كان يتعادلوا الترجي يولي عنده 57 نقطة والسي اس اس 53 نقطة، واكبر مستفيد وقتها يكون النادي الافريقي. كل دقيقة تنجم تبدل الحكاية كاملة، وانت حسب رايك انا هو السيناريو اللي نجم يصير.